محتارة في الفطار وعايزة حاجة سهلة وبسيطة وسريعة، كمان ممكن تنفع لأولادك تحطها لهم واحدة أو اتنين في اللانش بوكس، وكمان بديل السندوتشات سريع جدا للفطار. هنعمل النهاردة شوية كده من القراقيش مشكلة، وكمان ممكن تسميها كمان كعب الغزال أو نواعم زي ما بتسموها، حلوة جدا. هنعمل قرقيش سادة وقرقيش محشية بالعجوة، أو ممكن كمان لو عندك ملبن هتحشيها بالملبن. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وهنعملها بطريقة بسيطة وتحفة وناجحة ودايبة دوب. واللي ما اشتركش في القناة ياريت تشتركوا في القناة، وياريت تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك. أول حاجة جبت كده كيلو من الدقيق، تمام. هحطه كده في العجان، في بولة، في أي حاجة هتعجني فيها. حطيت كمان كيس من الخميرة الفورية، أو ممكن تحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. حطيت كمان رشة كده من الفانيليا أو نص معلقة صغيرة من الفانيليا. حطيت كمان 4 معالق من السكر، تمام كده. وهحط كوباية من السمنة، وكمان كوباية من الزيت، كل دول مع بعض كده، تمام كده. هحط كمان معلقة كبيرة من اليانسون، ولو عندك شمر حط شمر، حلوين جدا، بيدي ريحة حلوة اوي اليانسون او الشمر في القراقيش. عندي سمسم كده متحمص جاهز، حطيت حوالي من 3 معالق ل4 معالق سمسم، كمان معلقة كبيرة من الخل. وكل الحاجات الحلوة ديت هاخدها في العجان، وهدنا ابس العجينة ديت ما يقلش من 10 دقايق لربع ساعة، يعني اقل حاجة 10 دقايق. لازم تبس العجينة كويس جدا عشان ده بيبقى لنجاح القراقيش معاكي. خدت معانا قد ايه؟ خدت معانا كوباية ونص من الحليب او المية، حسب ما انت عايزة. موجود عندك كوباية ونص من الحليب او المية، او حسب نوع الدقيق بتاعك. هسيبه كده يختمر معانا لحد ما اجهز الحشوة بتاعتي. الحشوة بتاعتي عبارة عن ايه؟ جبت هنا عجوة، كانت عندي عجوة محتفظة بيها في الفريزر، بطلعها كده تفك معانا. ما عندكيش، بتتباع عند مستلزمات الحلويات او العطارين، تمام. جبت كده عجوة، وجبت كمان معلقة كبيرة من السمنة، كمان حوالي شوية كده من السمسم، يعني حوالي معلقة. وكمان حطيت كده معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، بتخلي ريحة العجوة وطعمها في حتة تانية خالص، تمام. العجينة بتاعتي طرية وزي القشطة وزي العسل. هفردها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. احاول ارقق العجينة حوالي كده سنتي واحد، السمك بتاعها حوالي سنتي. انا عايزاها تكون رقيقة ما تكونش سميكة، تمام. عشان هنعمل النهاردة حاجة حلوة قوي، كعب الغزال، وفي ناس بتقول عليها نواعم او قراقيش، سميها زي ما تسميها. جبت العجوة بتاعتي كده، حاولت افردها كده قطعة قطعة مفرودة، ما تكونش ايه تخينة، تحاولي تفرديها. وحطيت كده حتة كده من العجوة بالطريقة ديت وبالشكل الموضح قدامكم في الفيديو، تمام. وهبدأ ابرمها كده رول، هاخد نص العجينة هبرمها رول كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. في كمان فكرة تانية ممكن تعملوها، تجيبوا العجوة كلها وتفردوها على ورقة زبدة، وبعدين تبقى مفروضة كلها، وبعدين تحطيها كلها على العجينة اللي انت عايزة تحشيها. يعني مثلا هتعمل العجينة كلها محشية عجوة، يبقى تفردي العجينة كلها في نفس الوقت مع بعض، تفرديها كلها مرة واحدة، وتفردي العجوة كلها برضو على ورقة زبدة وتحطيها عليها، او تعمليها زي ما انا عاملة. انا حبيت اعملها كده عشان تبقى طريقة سهلة للي اول مرة يجرب الطريقة ديت او يعملها محشية. شايفين بتبقى عاملة ازاي؟ شكلها تحفة جدا. وقطعيها بقى كبير، قطعها صغير. انا عن نفسي قطعت شوية كبار وشوية صغيرين، يعني الحجم المطلوب قدامك. عملنا تاني، هناخد كمان حتة عجينة برضو، فردتها كده، حاولت رقيقة. وببدأ اقطع بقى، ابرم اقطع لحد اخر العجوة بتاعتي. يعني العجينة ديت بستعملها يجي مرتين، ديت بقى قلت اقطعها حجم صغير شوية. شايفين؟ جميلة ولذيذة، وولادي حبوها جدا جدا. وبقوا يقولوا لي يا ماما كل مرة اعملي لنا القراقيش المحشية دي. انا كل مرة بحب اعملها سادة لسبب، لان انا عندي جوزي بيحب ياكلها بالجبنة، فبحب اعملها سادة. شايفين انا عاملة منها كبير وصغير اهو زي ما موضح قدامكم. وسبتها بعد ما خلصتها كده تماما، حطيتها في الفرن. يكون الفرن بتاعك سخن،
انت مسخناه كويس جدا. بتحطيها بقى على نار متوسطة. خلي نار الفرن تكون متوسطة. ادي شوية سادة وشوية بالعجوة، حلوة جدا. متنسوش بقى لايك واشتراك في القناة. سلام عليكم.